انا جيت. في 2013 هوليوود هتنزل لنا فيلم بعنوان ناو يو سي مي. الفيلم ده قصته كلها قايمه على 4 سحرة بيعملوا خدع بصريه تخلي عقلك يلف حوالين نفسه ويسحلوك في تفاصيل وهميه عشان في الاخر يسرقوا البنك وانت قاعد بتسقف ومبهور بالشو اللي بيحصل قدامك. واهم حاجه عندهم هي الخدعه وانهم يقنعوك ان اللي بتشوفه ده هو سحر مش مجرد خفه يد. احنا لو جينا نعمل اسقاط على الكوره فاحنا نقدر نقول ان مجله فرنسا فوتبول هي المخرج العبقري للنسخه الكرويه من الفيلم ده، وان الكره الذهبيه هي اكبر خدعه في تاريخ الكوره. هما بيسحلوك في ارقام وتصويتات ومانشيتات ويقنعوك ان الجائزه دي هي اللي بتميز اللعيبه، بس الحقيقه ان الموضوع في اغلب الوقت بيكون عباره عن سبوبه وتلميع لاسماء معينه عشان الشو يفضل مكمل والفلوس تفضل دايره والاضواء تفضل متسلطه. ولو انت فاكر ان الموضوع فني وبس فالعبد لله هيقنعك في الحلقه دي ان الموضوع سبوبه وان الجائزه دي ساعات كتير بتكون متطبخه. فتعالى لي بقى عشان اعرفك اللعبه بتدار ازاي من ورا الستاره. طب تعالى بس، تعالى. تعال. عشان نفهم اللعبة صح ونعرف احنا ماشيين ورا جايزة بجد ولا سبوبة إعلامية لازم نرجع فلاش باك لورا ونعرف الحكاية بدأت ازاي. الموضوع بدأ سنة 1956 لما صحفي فرنسي في مجلة الفرنسا فوتبول اسمه جابرييل هانو جات له فكرة انه يعمل جايزة لأحسن لاعب في السنة، ووقتها الجايزة كانت على قدها شوية وكانت مقتصرة بس على اللعيبة الأوروبيين اللي بيلعبوا في أوروبا، وأول واحد رفعها كان ستانلي ماسيوس. وتعالى لي بقى عشان أعرفك إن الجايزة دي من يومها وهي بنت المبيعات. هم فضلوا حاصرين الجايزة دي للرجل الأبيض الأوروبي لحد سنة 95، ولما لقوا إن اللعيبة اللي من بره أوروبا هم الترند والضجة رحلهم وإن المبيعات هتكون في صالح اللعيبة دي قرروا يفتحوها لكل اللي بيلعبوا في اوروبا، وعشان كده جورج ويا هيكون اول لاعب غير اوروبي ياخدها. ومن بعدها هيفضلوا يوسعوا في الدائره لحد ما بقت عالميه تماما في 2007. وقتها الرياضه ما عادتش مجرد رياضه اوروبيه، دي بقت هي الرياضه الشعبيه رقم واحد في الكوكب كله، من اصغر حاره في افريقيا لاكبر ملعب في اسيا. فالمجله لقت انها لو فضلت حاصره نفسها في اوروبا فالجمهور الافريقي والاسيوي مش هيهتموا بيها ولا هيتابعوها، وهم طبعا مش عايزين يخسروا الاسواق دي فقلبوها عالميه تماما عشان يضمنوا ان المشجع اللي في ابعد قريه في افريقيا يفضل متابع ومستني يشوف النجم بتاعه هينافس ولا لا. يعني من الاخر الموضوع لعبه مبيعات وبس. واهم حاجه عند المجله ان الجائزه دي تفضل هي البراند رقم واحد في العالم كله. وعشان تتاكد ان احنا فعلا قدام لعبه مبيعات بجد تعال نبص للمقاييس والمعايير اللي بيوزنوا بها الكره الذهبيه ونسال نفسنا سؤال: هل المعايير دي ثابته؟ الاجابه هي طبعا لا، ده ابعد ما يكون عن الثبات، دي بتتشكل وبتتغير كل سنه بالملي على مقاس النجم اللي عليه الضجه والشو. وانا هجيب لك مثالين عكس بعض في كل حاجه، بس العامل المشترك الوحيد ان في نجمين سوبر ستار استفادوا في المرتين والجائزه اتفصلت في الحالتين عشان تروح لهم. تعال نبتديها بخازوق 2010. في السنه دي انت عندك شنايدر كان عامل موسم اعجازي وواكل الاخضر واليابس واخد الثلاثيات التاريخيه مع الانتر، وكان هو المهندس والقلب النابض للفريق. ده غير انه وصل بهولندا لنهائي كاس العالم وكان هو هداف البطوله كمان. يعني فنيا رقميا بطولات انجازات الراجل قفل اللعبه. لكن يجي وقت تسليم الجائزه ونلاقي ان الجائزه بتروح لميسي وشنايدر ما كانش اساسا ضمن التوب 3. Звуки барабанів, Пеп Гвардіола витягує конверт, на якому Відкрив так, щоб всі вже Олега побачили, Золотого тільки- м'яча, і ним стає Леонель Мессі. Другий раз поспіль Леонель Мессі отримує золотий м'яч. Найкращий футболіст Європи та світу. وقتها طلعت المجله تبرر وتقول ان ميسي اخد الكره الذهبيه عشان الاداء الفردي وان الاداء الفردي هو المعيار الاساسي، وبما ان ميسي مسجل اهداف خرافيه فالبطولات والنهائيات اللي عملها شنايدر ما كانش لها لازمه. وعشان نتاكد ان الموضوع مش صدفه فنفس السيناريو اتكرر بالظبط في 2013 مع فرانك ريبيري. الراجل كان حرفيا ملك اوروبا واخد الثلاثيه التاريخيه مع الباير ومقدم موسم ما يتكررش، لكن فجاه لقى ان الكره الذهبيه بتروح لرونالدو اللي كان طالع بموسم صفري. Cristiano Ronaldo. Champion. ووقتها مبرر المجله كان جاهز، اصل رونالدو ارقامه الفرديه مرعبه، ومن هنا نفهم ان خلاص مجله الفرنسا فوتبول شايفه ان الاداء الفردي هو المعيار الاساسي. بس الغريب انك لما ترجع لسنه 2001 هتشوف تناقض غريب. في السنه دي كان راؤول جونزاليز عامل اداء فردي خرافي، مسجل 33 جون وعامل 7 اسيستات، يعني مساهم في 50 هدف في 51 مباراه، وكان هو هداف دوري الابطال وواخد الدوري الاسباني مع ريال مدريد. يعني لو هنمشي بمبدا الاداء الفردي هو المعيار اللي طبقوه مع ميسي ورونالدو فراؤول هنا قفل اللعبه وما يصحش حد يلمس الجائزه غيره. بس المفاجاه ان الجائزه راحت لمايكل اوين. طب ليه يا جدعان؟ قال لك والله اصل اوين معاه بطولات اكتر من راؤول، وفجاه الاداء الفردي الاعجازي بتاع راؤول ما بقاش ليه اي قيمه قدام عدد البطولات. وكوميديا بقى لما تعرف ايه هي البطولات اللي اوين اخدها وخلته تتفوق على ارقام راؤول. اوين في الموسم ده اخد 5 بطولات مع ليفربول، بس الحقيقه ان اغلبهم كانت بطولات كؤوس مش دوري او دوري ابطال. اوين اخد كاس الاتحاد وكاس الرابطه وكاس الاتحاد الاوروبي والسوبر الانجليزي والسوبر الاوروبي، يعني بطولات مهمه بس البطولات دي ما تخليكش تدخل ترتيب البالون دور اصلا. طب هل في مبرر منطقي للي حصل ده؟ العبد لله يرد عليك ويقول لك ايوه فيه، بس المبرر ده تسويقي مش فني خالص.
خالص. وتعالى لي بقى عشان اشرح لك ليه اوين خطف الجائزه من راؤول. اوين ما كانش مجرد لاعب كره شاطر، ده كان الموهبه الانفجاريه الصاعده بقوه الصاروخ للعالميه. الراجل ده كان هو الفتى المدلل للاعلام، وصورته كانت بتتصدر اغلفه المجلات الصحفيه والرياضيه في كل حته في العالم. وضيف على الكلام ده ان هو انجليزي، ولو عايز تفهم حجم الضجه اللي كانت معموله حواليه وقتها تقدر تقول ان هو عامل زي لامين يامال دلوقتي بالظبط. نفس الهاله الاعلاميه ونفس الكلام عن المعجزه اللي هتغير تاريخ الكوره. فالمجله لقت انها لو ادت الجائزه لاوين فهي بتكسب الترند وهتبيع ملايين النسخ وتثبت للعالم انها اللي بتكتشف الاساطير وتوجههم وهم في بدايه الطريق. يعني المبرر هنا ما كانش ان بطولات اوين اقوى من ارقام راؤول، المبرر كان ان الشو بتاع اوين وصوته الاعلامي اقوى من الشو بتاع راؤول. اوين كان البراند اللي العالم كله مستنيه، وعشان كده المعايير اتقلبت 180 درجه عشان تخدم الموهبه الصاعده اللي هتملي المجلات والمانشيتات. وطلع راؤول من الحسبه لانه ببساطه ما كانش هو الترند. ومن هنا نفهم ان المجله ملهاش كلمه، سنه تثبت المعيار الفردي عشان نجم سوبر ستار ياخدها، والسنه الثانيه المعيار يتقلب 180 درجه ويكون البطولات هي الاهم عشان يلمع ترند جديد زي اوين. وكأن الجائزه دي متفصله بالطلب عشان تخدم الحكايه اللي المجله عايزه تبيعها السنه دي. بص يا صديقي، الكره الذهبيه مش دايما بتروح للاعب الافضل، احيانا كتير بتروح للي حكايته هي الافضل. واتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم وفتحت عينيكم على كواليس الجائزه اللي بتلمع بزياده دي، وعرفتوا ان مش كل اللي بيلمع ده حقيقي، ساعات كتير بيكون مجرد شو مبيعات. وعشان كده انا عايز اسالكم سؤال، برايك مين اكتر لاعب كره في تاريخ الكره الذهبيه اتطبخت له عينك واتفصلت على مقاسه بالظبط عشان ياخدها؟ مستني اشوف تعليقاتكم. وطبعا لو المحتوى عجبك والعبد لله قدروا انه يوصل لك الزتونه، فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه لو مش عامل. سلام يا صديقي.